اهلا بكم متابعين قناة راديو كورة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان توصلكم اخر الاخبار وكمان البث المباشر لاحدث المباريات. وبنتمنى ان كل واحد بيشوف الفيديو دلوقتي وبيسمعني يعمل اشتراك للقناة لان اشتراكك بيساوي عندنا كتير. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. ومعانا دلوقتي التشكيلة النهائية لمنتخب مصر امام مالي في كاس الامم الافريقية 2017. اعلن المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل منتخب مصر امام مالي في كاس الامم الافريقية في ختام مباريات الجولة الاولى في مرحلة المجموعات. كوبر هيلعب بالطريقة المعتادة اللي دايما بيلعب بيها وهي 4-2-3-1، وهيعتمد على مهاجم وحيد وراه جناحين وصانع ألعاب وراهم ثنائي ارتكاز في وسط الملعب. وبعد الجدل الكتير على مين هيكون حارس المرمى استقر كوبر على أحمد الشناوي أساسيا، وخرج شريف إكرامي من القايمة بسبب الإصابة اللي تعرض لها ومنعته من المشاركة، وطبعا الحضري هو الحارس البديل، ورجع تاني أحمد حجازي للمشاركة بعد فترة غياب للإصابة. بالنسبة للتشكيل النهائي لمنتخب مصر، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه أحمد فتحي وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي، وفي خط الوسط محمد النني وطارق حامد، وثلاثة ارتكاز ورا المهاجمين محمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، وفي خط الهجوم مهاجم وحيد وهو مروان محسن. مستنيين تعليقاتكم ورأيكم في التشكيل وتوقعاتكم لنتيجة المباراة، وبنفكركم ان لينكات مشاهدة مباراة مصر ومالي هتكون موجودة في القناة قبل المباراة بساعة كاملة، عشان كده ما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا ليكم. إذا أعجبك الفيديو يرجى الضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. قناة راديو كورة، أنت في قلب الحدث.